ويجز بموزة، قارن ويجز ببيجي. وهنا يبتدي التراك بالنسبة لويجز. طبعا أي تراك لويجز الفترة الأخيرة بيبقى كله نكش، وهنا واضحة قوي إنه بينكش مروان موسى. شباب مدرسة برايفت لا عاملين من الجاتو زي الضباعة دي بقى واضحة وصريحة على بابلو، لأن بابلو لو تفتكروا كان في مدرسة خاصة، يقصد إن بابلو عايش دور مش دوره بقى وبتاع. ياه أخيرا يا ويجز، دي العودة من بعد الغياب ده يا حبيب أخوك. لو إيه راجع كمان بكليب وخارب الدنيا بقى ومش عارف إيه. تمام. طيب يا صديقي، يلا نبدأ عشان ما اطولش عليك أكتر من كده. مبدئيا البيت جامد فشخ، واللي عامله بالمناسبة حد اسمه مصطفى، وهو نفس الشخص اللي عمل بيت تراك ويجز الأخير برضه اللي هو اسمه أنا. الراجل ده في أقاويل كتير عليه إنه اشتغل قبل كده مع كاني ويست، فالراجل ما بيهزرش يعني. مبدئيا كده أنا حابب أشيد بالإخراج، لأن إخراج الكليب رايق الصراحة. وفي بداية الكليب كده ويجز بيتأمل في وسط منطقة زراعية اللي هي الغيط يعني، والناس كلها بص عليه بترصد كده، مش نوع احتك بكله ناس والناس، اللي هو زي ما تقول بيحسدوه أو مرقدين له على حاجة محدش يعرف لحد دلوقتي. كمل متاس مش شغلاني الماديات عشان دي الشكل. هنا ويجز وجهة نظره اتغيرت عن الفلوس، بيقول إنه ما بقتش تهمه قوي زي زمان، لأنه تقريبا عمل كتير منها فشايفها دلوقتي كلها شكليات، فاهمني؟ باك راجع جايب باك مش عايزين ناخد لقطتي مش عايزين. بعد كده الكليب بينقلنا إن ويجز بيجري من شبشب مش عارف ايه ده الصراحة، بس الصراحة حركة صايعة يعني. فوق الكاريزمتي تقارن ويجز بموزة، قارن ويجز ببيجي. وهنا يبتدي التراك بالنسبة لويجز. طبعا أي تراك لويجز الفترة الأخيرة بيبقى كله نكش، وهنا واضحة قوي إنه بينكش مروان موسى. بيقول ما تقارنهوش بيا، قارني ببيجي. وبيجي ده بالمناسبة رابر قديم وجامد فشخ يعني، يكفي إن هو كان المنافس الوحيد لتوباك ساعتها. طبعا كلنا عارفين جمدان توباك. أما يشوفوني في الحقيقة بيسترجلوا ألبومي نازل سنجلاتهم، كورس جامد فشخ. هتغنوا امتى طول الوقت بتتكلموا نزلتوا. بعيدا عن إن الكورس جامد فشخ، بس ويجز هنا بيوجه كلام للرابرز اللي بيفضلوا يعظموا في التراكات بتاعتهم اللي راكنينهم، وبيقول لهم هتغنوا امتى طول الوقت بتتكلموا، يعني بطلوا كلام بمعنى أصح وغنوا. نزلتوا واحدة وكان نفسي تتعلموا، اللي هو نزل هيت وكان نفسه بقى الرابرز يتعلموا بقى ازاي الهيتات بتتعمل. تقريبا قصده البخت، ان التراك ده حرفيا شقلب مصر. الحقيقة بيسترجلوا ألبومي نازل سنجلاتهم متأجلوا. هنا بيقول ان ألبومه لما ينزل الرابرز كلهم هيأجلوا تراكاتهم عشان مش هيعرفوا ياخدوا الترند من ويجز. شباب مدرسة برايفت لا عاملين من الجاتو زي الضباعة دي بقى واضحة وصريحة على بابلو، لأن بابلو لو تفتكروا كان في مدرسة خاصة، يقصد إن بابلو عايش دور مش دوره بقى وبتاع. بعد كده الكليب بياخدنا المشاهد بالليل، بتعدي عليا وشوكتي قهوة ما خلش عليا ولا بتساب. ويجز هنا بطل يجري وهاي فايت الناس اللي كانوا بيجروا وراه من الصبح. بيجيبوا سيرتي بماركته بالبكاسة. هنا بيقول أي رابر بيجيب في سيرته أو بيحك فيه فهو بيعمل كده عشان الفيوز، اللي هو بيعمل دعاية لنفسه على قفا ويجز يعني. دي مش عارف ليه حاسسها رايحة قوي في ناحية أبيو. وفي آخر الكليب ويجز قلب فان دام مرة واحدة وضرب كل اللي كانوا بيجروا وراه من الصبح. هتغنوا امتى طول الوقت بتتكلموا نزلتوا واحدة وكان نفسي. وبس كده يا صديقي، لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك عشان ما يفوتكش كل جديد.